فيبقى السؤال قائم: أين الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن الخلافة بعد النبي تكون بالشورى؟ فليأخذ بقية الوقت فقط فليأتي بدليل على ذلك. تفضل. تفضل يا شيخ خالد، تبقى من وقتي حوالي 10 ثواني تقريبا. تفضل، معك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشريف المرتضى أنه إذا بطل النص ثبت الاختيار. هذا جوابي على سؤاله، ولهذا يقول في كتاب الشافي للشريف المرتضى ردا على عبد الجبار، يقول: ليس بعد إبطال النص إلا طريق الاختيار. قال صحيح أيضا، غير أنه لم يقم دليلا على بطلان ما نذهب إليه من النص. قلت لك دليلنا على الشورى هو أن النص إذا بطل ثبتت الشورى، هذا أقوى دليل عند أهل السنة. إذا أنت ما دمت تدعي النص، إذا نحن نحاورك في النص. إذا ما في نص اعترف لنا أن ما في نص، نقول لك إذا ما في نص إذا ما بقي إلا الشورى. وعندي مقطع ما معه من العام الماضي، أنني لما سألته في من يحكم في عصر الغيبة قال العلماء، فقلت له كيف طريقة حكمهم؟ قال ينصبون أحدا بالشورى. هذا المقطع موجود من العام الماضي، فلماذا ينكر؟ هل الشيعة يجعلون الحكم الإسلامي له طريقتان؟ طريقة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالنص، وطريقة في عهد الغيبة يصلح بالشورى. ما هذا التناقض؟ مرة يقول أنه لا يمكن أن تكون الإمامة والحكم والسياسة إلا بنص من الله عز وجل، وإذا كان بالشورى فهو باطل. ثم بعد ذلك في عصر الغيبة يقول لا، يجوز للعلماء أن ينصبوا أحدهم ويكون بالشورى وتكون خلافة شرعية ويجب على الناس طاعته. هذا ما ناقشناه في العام الماضي. إذا الشريف المرتضى مثل ما قلت لك أمسي، إذا بطل النص ثبت الاختيار والشورى، وهذا كلامنا، وهو أقوى عند أهل السنة والجماعة من الدليل الذي أنت تطالب به، وهو أنه إذا لم يوجد النص ثبت الاختيار. أنا قلت عندما قلت في العام الماضي عن مسألة الفقهاء، أنا قلت بأن الفقهاء يعقدون مجلس الشورى لا لأنه لا نص لهم على ذلك. أنت قلت لي في العام الماضي كيف ترجعون إلى الفقهاء ويعقدون مجلس الشورى ولا نص عليهم وترفضون الشورى التي عقدت لأبي بكر؟ فقلت لك لأنه لا يوجد أي دليل على أن الخلافة بعد النبي تكون بالشورى. فأين الدليل على أن الخلافة بعد النبي تكون بالشورى حتى تكون الشورى شرعية؟ أما بالنسبة إلى شورى الفقهاء فالإمام هو الذي نص وأرجعنا إليهم. يعني الإمام المهدي عندما غاب قال: وأما الحوادث فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليكم، أما الحوادث الواقعة من بعدي. فهو الذي أرجعنا إلى الفقهاء، فهناك نص بالرجوع إليهم. أما أنت هل لديك نص من النبي أرجعنا وقال لنا أنه بعد رحيلي يكون الأمر إلى الصحابة إلى مسألة الشورى؟ هناك فرق. نحن لدينا نص للرجوع إلى الفقهاء وإلى شورى الفقهاء، أنت ليس لديك نص بالرجوع إلى الصحابة وبالرجوع إلى شورى هؤلاء. هذا هو الفرق. أما بالنسبة إلى شورى الفقهاء فالإمام هو الذي نص وأرجعنا إليهم. يعني الإمام المهدي يقول أن المرتضى يقول إذا بطل النص يثبت الاختيار، ونحن أيضا نقول إذا ثبتت الشورى يبطل النص. فأنت في وقتك لا تقاطع هسه وقتي هذا، فأنت في وقتك لا اسألني، لا بوقتك اسألني، بوقتك اسألني. أنت إذا أثبتت الشورى طيب شكرا. هو قال لك إذا ثبت النص بطل الاختيار. تفضل يا شيخ خالد، معك الوقت. لا إذا أثبت الاختيار كلام الشريف هو دائما التحريف عادته، لأنني أنا لما قلت له أنه لما ذكر كلام الشريف الجبار المعتزلي قال ليس بعد إبطال النص، يعني إذا بطل النص إلا طريق الاختيار، ماذا أجابه الشريف المرتضى؟ قال صحيح أيضا، يعني كلامك صحيح أنه إذا بطل النص، أنا أتكلم عن بطلان النص، بمجرد ما يبطل النص تثبت الشورى. لا ليش عكست المسألة؟ لماذا تعكس؟ الآن هو اعترف. قاعد أقول لك أنت اثبت الشورى حتى يبطل الناس. قاعد أقول لك لا تعكس. قاعد أنا أعرف كلام المرتضى. يا أيها المسلمون، خليه يكمل وقته بعد إذنك. لا تعكس الأمور، لا هذا يريد أن يلبس على الناس. تفضل يا شيخ خالد. ما أريد ألبس. إذا بطل النص ثبت الاختيار، ما قالش إذا بطل الشورى ثبت الاختيار. يقول ليس بعد إبطال النص إلا طريق الاختيار. قال صحيح أيضا. الشريف المرتضى يقول له كلام صحيح، إذا بطل النص ثبت الاختيار.